يا جمال قلوب خلقك يا رب. كم واحد فينا وهو حاطط راسه على المخدة بالليل بيقول لو ربنا اداني هعمل كذا وكذا وكذا. وسط أيام مباركة كلها نور بعتت لنا رسالة بسيطة لكن وراها قلب كبير. أهلا بيكم في لقمة خير. يسرا قالت أنا عايزة أفرح 20 أسرة مصرية بسيطة، نفسي كل أسرة تحس إن هي معزومة ومكرمة وتاكل أكل بيت زي أي بيت مصري فرحان. طلبت نعمل 20 عزومة، كل عزومة تكفي 5 أفراد، فيها رز وممبار ولحمة وفراخ وكفتة. والطلب الأغلى كان تورتة لكل عزومة عشان تفرح الناس وتفرح الأطفال اللي هياكلوا وسط أهلهم. يا جمال قلوب خلقك يا رب. وقالت كل أمنيتي إن ربنا يحفظ لي أولادي وأهلي ويرزقها فرحة الحج اللي بتتمناه من سنين. يسرا نموذج من أولاد مصر الميسورين اللي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ولسه شايلين معانا، بيثبتوا إن إحنا مش لوحدنا في الحياة، واللي معاه يدي للي معاهوش عشان نكمل بعض ونسند بعض. وفي الختام مفيش ختام، هنقسم الخير بينا، انتوا كلفوا وانا اختم، علشان لما نقابل الخالق نلاقي حاجة نقولها إننا كنا بنحب بعض. واشوفكم على خير يا أهل الخير.